لما جماهير النادي الاهلي او بعض من جماهير النادي الاهلي بيبداوا ان هم يتريقوا على شيكابالا، يحفلوا على شيكابالا، وده وارد من الجماهير تجاه اي لاعب سواء في فرقته او في فرقه منافسه، الزملكاويه بيرجعوا يزعلوا. عايز سبب مقنع ومبرر واحد بس للي عمله شيكابالا بعد الماتش، بعد انتهاء ركلات الترجيح ولاعيبه الاهلي بتجري في الملعب عشان يروحوا يحتفلوا مع الجمهور ويحتفلوا مع محمد الشناوي ويحتفلوا بفوز فريقهم بالسوبر المصري، عشان شيكابالا يجري ورا رامي ربيعه يشده من التيشيرت بتاعه ويعوز ان هو يتخانق معاه، وتيجي اللعيبه تبدا ان هي تسلك عشان حصل بعض من المشادات والمناوشات في قلب الملعب. حد يقول لي ايه اللي ممكن رامي ربيعه يكون عمله علشان يخلي شيكابالا يجري وراه الجري ده، يجي يعني نص الملعب يجري وراه تمام لحد منطقه ال 18 تقريبا علشان خاطر يتخانق معاه؟ انت المفروض قائد فريقك، انت ربنا ما ارادش ان انت تحقق الفوز لفريقك، ربنا ما ارادش ان انت تحرز اخر ضربة جزاء علشان تتوج او يتوج الزمالك بالسوبر المصري على حساب النادي الاهلي. خلاص انتهينا. الم فرقتي، ابارك للعيبه بتاعت النادي الاهلي بدافع الروح الرياضيه، اتكلم مع اللعيبه بتاعتي، اسكت، اروح احيي الجمهور، اعمل اي حاجه، لان المفروض ان انت كنت السبب في ضياع الفوز من فريقك لانها كانت اخر ضربه جزاء. طبعا انت ما بتشوتش ضربات جزاء يا شيكابالا وداخل تشوت اخر ضربه جزاء لانك انت عارف انها بنسبه 99% مضمونه، فبالتالي انت اللي تحقق الفوز لفريقك، انت اللي تاخد اللقطه كامله. مع ذلك ما عرفتش تاخد اللقطه في المباراه، فحبيت تاخد اللقطه بعد المباراه. انا بتكلم يا جماعه كلام بعيدا عن الاهلاويه، بعيدا عن الزملكاويه، انا بتكلم كلام منطقي وعقلاني. ايه اللي خلى شيكابالا يروح يلتحم او يشتبك مع لعيبه النادي الاهلي غير ان هو عايز يعني ايه، يعمل زي ما بيقولوا كده ايه، كرسي في الكلوب، ياخد اللقطه؟ ملهاش مبرر. انت دلوقتي لعيبتك كلها واقفه، زيزو، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد عواد، كل اللعيبه الكبيره عندك في الفرقه واقفه خلاص. قضاء وقدر، ربنا ما ارادش ان احنا نكسب فواقفين، هنروح بقى نشوف احنا هنعمل ايه، هنحيي الجمهور، هنستعد عشان نطلع نستلم ميداليات المركز الثاني، كل الكلام ده. اشمعنى انت اللي دايما يعني بتعمل نوش مع اللعيبه، انت اللي دايما بتعمل نوش مع الجماهير، انت اللي دايما بتتكلم في ده كله؟ هل احمد السيد زيزو مثلا مفيش حد من الجمهور بيضايقه؟ ليه؟ لان هو لاعب مخليه في حاله، لاعب محترم، لاعب لما بيذكر اسم الاهلي لا بيتكلم عليه الا بالخير ولا بيتكلم عليه بالشر، على طول مخلي دايما في حاله. عبد الله السعيد نفس القصه، ناصر ماهر نفس القصه، محمد عواد، حسام عبد المجيد. هي دي الروح الرياضيه، هي دي اخلاق اللعيبه. انا اركز في فرقتي، اركز مع جمهوري، اركز مع فريقي، اشوف ايه اللي جاي. لكن انت في اخر سنتين يا شيكابالا حرفيا انت ما حققتش حاجه، فريقك ما حققش اي بطوله محليه. انت المفروض قائد، او شكت رحلتك في الملاعب على الانتهاء فانهيها بصوره جميله.